شفتي كيفاش ناس مساكن راهي تموت في البحر؟ شفتي كيفاش ديجان مساكن قاعدين يموتوا في البحر، فلوكا وموتير 40 وغدوة يطيح بوطون ونركبوا ونتلموا في جماعة ونروحوا مع بعضانا، وهذا يعمر في ودن هذا نص تم نروحوا لفرنسا او يحطنا الفلوكا يتحطنا في الطاليانة، من الطاليان نروحوا لفرنسا نحرقوا في المترو. ربي يهديكم اخوتي، اقسم لك بالله لا ربي يهديكم. لا جوناس هادم يعني مش واحد ولا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة، لهنا بالمئات اللي قاعدين يموتوا في البحر، وبالمئات اللي راهم ديسباري، وبالمئات اللي قاعدين يبكيو في ولا اللي قاعدين يبكيو في مواتهم ويبكيو في مواليهم. كاين اللي عنده أمه أكتر من 10 سنين وأكتر من 20 سنة وأكتر من 15 سنة وأكتر من 30 سنة ما شافتش ولدها، ما على بالهاش بيه حي ولا ميت. كاينة مسكينة اللي تروح تقابل البحر وتبقى تقعد قداه نسنة تستنى في ولدها يخرج من البحر، تستنى في ولدها يخرج من البحر، وانتم تقولوا نحرقوا. وانهم خوتنا مساكن اللي حرقوا قبلكم، هم زادوا اليوم ماتوا حراقة من قالمة، هم زادوا اليوم ماتوا من قالمة وعنابة، ربي يرحمهم. او خونا نصر وربي يرحمه ولد قالمة او مات اليوم. ونم خوتنا الحراقة اللي ماتوا في 2019، حسام عاشوري وامين حناشي وبلال ربي يرحمه، وطفيل هذاك تاع الجرودون، وامين كونغورو تاع الشامونافر. بزاف مساكن اللي ما بانوش، وبزاف اللي ماتوا، وبزاف اللي قبل ما تروح تركب في الفلوكة خمم في قداهن حاجة للقدام، وخمم في قداهن حاجة لورا، تخممش غير قدام رجليك. كنت تخمم قدام رجليك تضيع وتغرق وما تلقاش الفون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.